عمرك بصيت في المراية ولقيت إن عندك سن أطول من التانية؟ الموضوع ممكن يبان بسيط، بس دي مش مجرد حاجة شكلها مختلف وخلاص، ده ممكن يكون وراه كذا سبب، والأحلى إن هو ليه كذا طريقة علاج. خليني أوضح لك الأول ليه أصلا ممكن يحصل كده. في ناس ممكن يكون عندهم سن أطول من التانية بشكل طبيعي ومن غير أي مشكلة اتسببت في ده لوحدها، هي في سن أطول من سنة شوية. لكن في حالات تانية ممكن يكون السبب إن السنة القصيرة حصل فيها تآكل أو حصل فيها كسر لجزء بسيط منها، عشان كده الأسنان اللي جنبها بقت أطول منها. أو ممكن يكون السنان مزدحمة شوية ففي سنة خرجت بره الفك شوية فطولت شوية عن الأسنان اللي جنبها. أو ممكن يكون في مشكلة في العضة، إن أسنانهم اللي بيعضوا عليها اللي فوق واللي تحت في حاجة سابقة حاجة فبيعض بشكل غلط، فالسنة بتخبط جامد فبرزت جدا لقدام وطولت من مكانها. طيب إزاي بقى ممكن نعالج الموضوع ده؟ مفيش حل واحد أو علاج واحد هيناسب كل الحالات، السبب في المشكلة إيه هنعالجه بالطريقة الفلانية. الخيار الأول والبسيط واللي ممكن ناس كتير جدا تعمله وأنا مش برشحه قوي، وهو إن إحنا لو عندنا سنة أطول من التانية فإحنا ممكن نبرد منها، لو أطول ربع ملي ولا نص ملي ولا حتى ملي ممكن نبرد منها ملي بسيط، ويبقى كده بقت نفس طول الأسنان وانتهت المشكلة. ليه بقى مش بفضل الحل ده؟ لأن دايما احنا مش بنفضل نبرد الاسنان وخلاص، خلينا دايما نشوف المشكله ايه ونحاول نعالجها من جذورها. يعني لو انت عندك سنه بتعض غلط فالسنه دي بتخبط جامد في الاسنان اللي تحت فطولت من مكانها، لما نبردها ممكن تطول تاني، فبالتالي يبقى حلينا المشكله بشكل مؤقت وكمان بردنا جزء من السنه احنا في غنى ان احنا نبرده، وبرده المشكله في الاخر ما اتحلتش. الاوبشن التاني لو عندنا سنه مكسوره او قصيره بسبب ان هي متاكله، ممكن ان احنا نبني الجزء القصير ده، نطول السنه القصيره دي ونبني الجزء اللي مكسور ده، وتبقى السنه دي خلاص بقت نفس طول الاسنان اللي جنبها. او ممكن نعمل عليه عدسه تجميليه على السطح الخارجي بحيث ان شكلها ولونها وحجمها يبقى نفس طول السنه اللي جنبها. اما الخيار الثالث واللي في الغالب دايما بنعمله، هو ان السنه الطويله ديت بتكون طويله بسبب ان في مشكله في العضه، وبالتالي اول ما بنلاقي في مشكله في العضه بنعرف على طول ان الحل هنا لازم تقويم اسنان علشان نظبط العضه بتاعت الاسنان والاطباق بتاع الاسنان على بعض، وبالتالي السنه اللي كانت بتتخبط بشكل عنيف ومما ادى الى ان السنه دي تبرز من مكانها وتطلع لبره وتطول، اما نعالج مشكله العضه السنه ديت هنرجعها تاني لمكانها، سواء كانت طويله فهندخلها تاني جوه اللثه ونخليها في نفس طول وحجم وبروز الاسنان اللي جنبها بالظبط، ويبقى عالجنا المشكله من اساسها ومن جذورها. وبالتالي في الحالات دي التقويم بيكون دايما هنا افضل طريقه علاج. واللي لازم تكون عارفه هنا ان الدكتور هو الشخص الوحيد اللي يقدر يقول لك سبب المشكله ايه وانسب طريقه لعلاجها ايه، لان ممكن اللي ينفع مع غيرك ما ينفعش معاك. ولو عايزين تعرفوا اكتر عن مشاكل الاسنان وطرق حلولها، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه علشان تشوفوا الفيديوهات الجديده. ومش هننسى طبعا نصلي على النبي زي ما اتفقنا في اخر كل فيديو، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. استناكم فيديوهات جديده. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.